يلا سوا نحضر كعك العيد أو كعك بحليب. نحن بحاجة لكباية من الحليب كامل الدسم. بنفس الكباية منحط كمان 3/4 سكر، نص قالب زبدة، يعني شي 250 جرام. أول شي رح حط بطنجرة على النار، رح حط الحليب، فنجان كامل الدسم، ورح حط معه السكر كرمال يدوب. ما بدي النار قوية، وأنا 3/4 سكر. بنفس الفنجان يلي عيرت فيه الحليب عيرت فيه السكر. وهلأ رح زيد الزبدة. هلأ رح حطها أنا هيك للزبدة وبنطر عليها شوي تدوب، وفيكن كمان تقطعوها لشقف صغيرة بتدوب أسرع. مهم النار تكون على الخفيف لأنه ما بدي الحليب يغلي أو يفور، بدي إياها بس الزبدة تدوب والسكر كمان ينخلطوا مع بعض. حرك من وقت لوقت. هلأ رح حط الخميرة. أنا هون كنت محضرة مي فاترة، دايما منحط الخميرة بمي فاترة. رح حط 1.5 صغيرة من الخميرة، رح ضيف عليها نص ملعقة سكر، كمان رح أخلطهم شوي مع بعض وبغطيهم، ورح أنطر شي 5 دقايق تقريبا بتفاعل الخميرة بتطلع. هون الزبدة دابت، شلتها عن النار. برجع بقلكن ما تخلوها تغلي، ما بدنا، مش الهدف إنه يغلي الحليب، هدف بس إنه يدوب السكر منيح مع الزبدة. رسيت كتير طيبة وهينة. هون عندي 4 كبايات طحين، أكيد نخلتهم وحطيت كمان ملعقة جوز الطيب. هون رح زيد، حطيت ملح، رح زيد عليهم الخميرة، بخلطهم مثل ما قلتلكن. أنا حطيت جوز الطيب معهم، وهلأ عم بعجن. رح زيد هلأ شوي شوي خليط الزبدة والحليب مع السكر وبعجن. كمان حطيت مع الطحين جوز الطيب وحطيت محلب. نضل نعجن كرمال تتماسك العجينة. عم بزيد شوي مزهر لأنه المزهر كتير بيلبق لهيدي الروسات، هو اللي بيعطيها طعمة كمان. أوقات منحس إنه العجينة بدها بعد شوي طحين، لأنه في طحين بيشرب مي، طحين لا، حسب النوع. رح زيد شي 2 ملعقة طحين، ما بدن أكتر، ورح أرجع أعجنهم. وقتها بتحسوا إنه العجينة ما بقى عم بتلزق على الإيد، يعني صارت جاهزة.
وراح أحطلها كمان مزهر عوجها وخليها ترتاح. بعد ساعتين هلأ فيكن انتو تخلوها أكتر، أنا خليتها ساعتين ترتاح، صار فينا نشتغل فيها. نصير نقسمها شقف صغيرة وبإيدنا، فيكن تعملوها على الطاولة كمان تمدوها أو على إيدكم. أنا بستهين هيك على إيدي وبلفها وبكمل فتخلص كل الكمية يلي عطيتكن إياها بتعمل صينيتين من هيدا الكبر. أنا بعملها على إيدي وبلفها هيك حوالي الأصابيع وبلفهم. رسات هايلة ما بتاخد وقت، وكل المقادير موجودة ببيوتنا، ما فيها شي صعب. وعادة هيدا الكبار والصغار بحبوا كعك العيد أو الكعك بحليب. الكمية يلي عطيتكن إياها بتعمل صينيتين. وأكيد دايما قبل ما نبلش بتنقيشن منحمل فرن على 180 لأنه لازم يكون الفرن حامي، ما بياخدوا وقت كتير بالفرن، شي 7 دقايق. بندوروا أول شي من تحت يتحمروا، بيرجع بعدين بدوروا من فوق تا يشقروا. مثل ما شفتوا هين كتير طريقة شغلون، ما بدها وقت. وبرجع هون أنا بحط كمان مزهر شوي على وجهها قبل ما أدخلها على الفرن، بحط على وجهن مزهر. وهلأ دغري على الفرن، أكيد يكون حامي. رح ننطرن شوي وبرجع لكم. هون خلصوا، دورتوا أول شي ليحمروا من تحت، ورجعت كمان مثل ما قلت لكم حطيناهم من فوق، خدوا لون كتير حلو. رح نشيلهم من الفرن وهن وسخنين كمان رح حطلن مزهر، لأنه المزهر كتير بيطيبن. ريحتهم بتشهي، وجربوها وشوفوا قديه رح تكون رسات طيبة وهينة. أنا كنت ديجا عملتلكن كمان رسات المعمول بتمر والمعمول بفستق، أكيد فيكن تحطوا انتو الحشوة اللي بدكن إياها، جوز، لوز، وكل واحد عنده هيك رسات حابب كمان يعملها في يكتبلي نعملها مع بعض. هون عم بحطلن هن وسخنين، بنحطلن المزهر لأنه هيك بتشربن العجينة أسرع. وإذا حدا حابب شي رسات أو هيك كمان في يكتبلي كمان تنعملها سوا بطريقة هينة، لأنه أنا بحب أعطيكم رساتات هينة ما فيها كتير تعقيدات تا الكل يقدر يشتغلها ويعملها ما يلاقي صعوبة. هلأ حطيتلن مزهر، رح ننطرن شوي تا يبردوا ورح ندوقن. أنا رح دوق وإنتو بس هيك رح تتفرجوا. هلأ وقتا بردوا رح صفن أنا بجاز هيك، ما تغطوهم دغري، أنا رح خليهم شوي هيك مفتوحين تا مزبوط يبردوا، وبنرجع بعدين بتسكروه. كتير مبينين بشهو، ريحتهم كتير كتير طيبة.
إن شاء الله تكون عجبتكن هيدا الريسيت وألف صحتين. ما تنسوا الاشتراك، اللايك، الشير، تفعيل الجرس. نلتقى قريباً بريسيت جديد.